طيب أستاذ، استحضار قضية 16 ماي تعيدنا إلى موضوع تدبير التدبير الأمني للمسألة الحقوقية تحت ضغوط استثنائية خاصة، إرهاب، جريمة على نطاق واسع إلى غير ذلك. ما هي الوصفة التي يقدمها الفاعل الحقوقي للدولة في؟ الوصفة بسيطة وسهلة. لا يمكننا أن نقاوم الإرهاب إلا على خلفية حقوق الإنسان، لأنه طبعا لا يمكن أن نحاكم الإرهاب مثلا باغتصاب ودهس حقوق والشباب فيهم. إذا لابد طبعا هذه الظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بحقوق الإنسان. الأمر لا يتعلق فقط بالمحاكمة العادلة، ولكن أيضا بالجدل الفكري، بالحوار، بالتربية على حقوق الإنسان، بإعادة النظر في بعض البرامج الدراسية التي قد تشجع التطرف. إذا لابد طبعا من تضافر الجهود. الحل الأمني لم يكن دائما حلا باستطاعته أن يحل المشاكل.